يلا خير. بعد يوم شغل طويل طبعا على القرمه بتبقى القرمه بالمنظر ده غير ان احنا بنعقمها مرتين ثلاثه وبنحطها مرتين ثلاثه ونديها ملح 3 4 مرات في اليوم. اخر الليل بقى القرمه بتباكي ازاي، بتنامي ازاي. عشان القرمه دي تنام مرتاحه لازم نتعامل معاها كده. هتسيبها كده على الوضع ده؟ لا ما يصحش طبعا. لازم بنعمل ايه بقى؟ بنديها حركه جميله بالشكل ده. طبعا ايه ممكن تفضل تحك مثلا كده للصوت عالي مش مهم. بعد الحوار ده بقى تقوم ده ايه؟ كيسين ملح بالشكل ده. احلى شباب. فين يا اخويا؟ كوبايتها على الوضع ده بقى. ليه بقى؟ اي جراثيم، اي حاجه، حته دهن، مش عارف ايه، الحاجات دي بتبقى راكنه على القرمه تاني يوم تعمل ريحه وتيجي تقطع عليها لحم تاني يوم. في ناس تقول لك ايه؟ ادعكها بحته دهنه وسيبها. طب ما الدهن ده لما يبات تاني يوم في الجو الحر او الجو البرد كده كده هينتن ويعمل ريحه وبيسيب الجراثيم والاثر على الخشبه. لازم الملح رقم واحد. وحد الله.